عندك كيس تلاجة ونشابة. تعالى اقولك احنا هنعمل بيهم ايه. كملي الفيديو للاخر عشان تعرفي احنا هنعمل ايه. تعالوا كده نشوف مع بعض هنعمل ايه. احنا هنا هنعمل مع بعض بسطرمة بمقادير سهلة وبسيطة جدا، ومقاديرها موجودة عندنا في كل بيت. تعالوا كده نشوف مع بعض المقادير. انا معايا هنا قطعة لحمة مفرومة. تعالوا نشوف التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه. انا معايا هنا معلقة حلبة، بابريكا، كمون، لون طعام صحي، فلفل اسمر، ملح، توم مفروم، 3 4 فصوص توم. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هجيب الكبة بتاعتي. انا هنا جبت الكبة بتاعتي. هنزل معايا هنا باللحمة المفرومة اهو. هنزل بالتوابل بتاعتي كلها. الحلبة هنا هي اللي هتدي معانا البسطرمة طعم. هروح بقى اضربها في الكبة وارجع اوريها. ادي شكلها اهو بعد ما اتفرمت معايا. انا هنا اللون زاد معايا شويه، حبيت اعزز اللون بس اتعزز معايا بزياده قوي. فانتي ممكن تلغي فكره لون الطعام دون، عشان اداها لون جامد قوي وخلاها حمرا معايا زياده عن اللزوم. فبصراحه فكره اللون دي انا ما حبيتهاش، يعني المره الجايه ان شاء الله لما اجي اعملها هلغي فكره لون الطعام دي. انا هنا بقى حطيتها في الكيس وابتديت افردها زي ما انتوا شايفين كده، علشان عايزاها تبقى رقيقة وما يبقاش سمكها تخين. يعني بصوا اهو انا كده فردتها، شايفين شكلها ده الشكل اللي انا عايزاه. ادي اول كيس عملته معايا. هاخد بقى الكيس التاني برضو هعمله بنفس الطريقة وبنفس الفكرة. احنا هنا لما يعني نحب نجرب ما نجربش بكمية كبيرة. نبتدي في كمية قليلة الاول، بحيث ان الحاجة نجحت معانا تمام، ما نجحتش ما نبقاش خسرنا كتير. انا هنا بصوا عملت 3 اكياس، هروح احطهم في الفريزر عشان تجمد معايا واعرف اقطعها. بصوا شكلها لما خرجت من الفريزر اهو. انا بقى هحط هنا معايا طاسه على النار فيها معلقتين زبده او سمنه، وهقطع فيها البسطرمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي اقلب معايا. انا مش عايزاها تستوي قوي عشان ما تنشفش منكم. بصوا ده السوا بتاعها طعمها حلو جدا. هنزل هنا معايا بالبيض، طبعا البيض الكميه اللي انت حابه تحطيها. بس انا هنا عايزه اقول ملحوظه، انا هنا مش حابه فكره اللون خالص، لاني برضو غير معايا شكل البيض، خلى البيض معايا احمر. بس بصراحه الفكره تستحق التجربه. بصراحه البسطرمه حلوه جدا، طعمها حلو قوي، تكلفتها سهله وبسيطه جدا. يعني بصوا تعالوا كده، بصوا وهي بتتقطع حلوه جدا، غير طعمها بصراحه رهيب. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، تكلفتها سهله وبسيطه جدا. يلا اشوفكم على خير، باي باي.